بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وصحتكم لاباس وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذا الصابلي بريستيج لافراحكم ومناسباتكم. انا نعطيكم الفكره تاعي اللي خدمت بها وانتم غيروا ولا زيدوا فيه واش حبيتوا. شاركت معكم الطريقه كامله ولي زاستيوس كاملين، ما عليكم غير تشوفوا لا فيديو حتى للاخر. وما تنساوش يا البنات تضغطوا على زر الجيم وديروا لي مشاركه وتشجعوني شويه يا حبيبه القلب. ان شاء الله هذو بعض الكواليس اللي حكمتهم لكم في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله. وراح ندخلوا مباشره الوصفه تاعي اللي اعتمدتها انا في هذا الصابلي. وصفتي يعني اللي موالفه نديرها كل مره راكم تشوفوني نديرها وما نستغناش عليها جامي، خاطرك راهي ناجحه وكما نقولوا معتمده عندي دائما. في الوصفه تاعي تاع هذا الصابلي درت 125 غرام تاع الزبده لا مارغرين بلوتو، 125 غرام لا مارغرين. ديري نتيا بالنوعيه اللي موالفه تخدمي بها. عندي لهنا بيضه كامله، نص كاس سكر كلاص، نص كاس نشا. عندي ثاني قرصه تاع لا لوفير شيميك، ودرت لهنا قرصه تاع ملح، ودرت مغرفه كبيره يعني كميه معتبره تاع لافاني باش تعطريه وتنكيه وتجيك يعني منسم مليح. نحكم لهنا لا مارغرين تاعي راهي بالحراره تاع الغرفه، نضربها مليح بلا باتر حتى يعني تذوب لي مليح وتستخدم لي مليح وتعود لي كيما لا كريم. شوفوا لهنا يعني كيما نقولوا هاد الباتر لهنا شبه حاجه ضروريه. انت تضربي بلا باتر راح يعطيك نتيجه خير من تضربي بالفوي. واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه يعني في كل الاحوال، تقدري تخدمي بيدك. نضرب لهنا شوفوا التكستور تاعو كيفاش ولا، راهي ولات العجينه تاعي عفوا التكستور تاعها كيفاش ولات. عادت لي لهنا بوماد كيما راكم تشوفوا. زدت هذيك كميه تاع السكر، ضربت مليح، زدت البيضه تاعي وطلعت مليح. ولا انا راني نضيف الكميه تاع النشا، نضرب غير شويه برك بلا باتر كي نضيف النشا باش هكذا ما يطلقليش هذاك الجلوتين تاعو. لهنا قد ما نطلع العجينه تاعي يعني السكر مع الزبده راح يعطيني نتيجه مليح، ومن بعد ما يعاودش يتكمش لي كي نطيبو. وراني ديما نقول لكم هاد لاستيس تبعوها يعني، وهدرتها في الفيديوهات تاعي اللي فاتوا. نبدا لهنا نزيد الفرينه بعد ما ضفت هذيك الملعقه الكبيره تاع لافاني والقرصه تاع الملح وعلى راس المغرفه برك تاع الخميره تاع الكاطو باش ما يطلعليش بزاف ويتشقق لي يعني، والحبه يتبدل لا فورم تاعها. لهنا لميت العجينه تاعي وشوفوا لهنا كيفاش القوامه تاعها ما درتهاش يعني يابسه. شوفوا راهي كيما نقولوا حنا طرايه مع هذيك الكميه تاع الفرينه اللي راح تزيدي لها باش تحليها تجي سويسوه تجي قد. حليت لهنا العجينه تاعي واستعنت لهنا بهذا البابي كويسون، درت في الجهتين يعني في زوج وبديت نحل. هذا بالنسبه يعني للناس اللي كيما نقولوا حنا مبتدئين ويخافوا من العجينه تفسد لهم. ولا انا تعمدت لهنا ندير بابي كويسون، وفي العاده مانيش موالفه ندير يعني بالبلاستيك، ندير يعني اي حاجه تما موالفه نخدمو يعني ما عنديش مشكل فيه الحمد لله. نحل العجينه لهنا تاعي ومانيش راح نرققها بزاف. ديروا الحبه كيما نقولوا حنا ليبيسور تاعها هكذا حوالي 3 ولا 4 ملم باش كي تحطي حبه مع خوتها وزيدي لا كريم من داخل تجيك الحبه كيما نقولوا حنا معقوله وتعمر العين، ما تجيكش رقيقه هكذا تجي شغل نحقروها كي نشوفوها بالعين. ديري تي الحبه تاعك تكون هميه وكي تحطيها تعمر العين يعني تجي كيما نقولوا الحجم تاعها معقول. انا درت لهنا هذا الطابع وانتم خيروا الطابع اللي يخرج عليكم، الشكل اللي يخرج عليكم ديروا به طبعوا به. طبعته لهنا كامل. شوفوا لهنا الطريقه اللي نعطيكم في الفيديو اللي فاتوا، انا لهنا طبعت فوق البابي كويسون للناس اللي تخاف تهز الحبه تفسد لها. نحيت هذوك الجوانب كامل الزايدين وهزيت بابي كويسون كيما راه وحطيته ديريكتومون في البلاطو هكذا ما تتعبي ما تتبدل الحبه تاعك ما تدي فورمالك. لهنا لحت الكاطو تاعي ولا صابلي تاعي يطيب، كنت يعني حميت الفور تاعي من قبل 180 درجه وحطيته في النص ونخليه مده من الزمن حوالي 4 ساعه غير يصفر من تحت ومن فوق يعني يدير لي هذاك اللون الدوري نحيه. لهنا رحيت شويه تاع كاوكاو وحمصته هكذا درته دوري، رحيته وصفيته درت هذاك الخشين وحده ورقيق وحده. رقيق مانيش راح نخدم به، الخشين راح ذوبت لهنا شويه تاع الشوكولا كم شفتوني شوكولا بيضه الوجدان ذابت لي يعني مليح فوق الباماري، وخلصت معاه كميه من هذا الكاوكاو. راح نديروا لهنا كلاصاج روشي وجدته وانا قبل وحطيته الهيتا. ونروح راح نخدم هذاك العش اللي شفتوني يعني شفتوه
في التصويره في اول الفيديو. شوفوا لهنا هذاك العش تاعي واش راح نستعمل فيه. درت لهنا كميه من الجلوكوز، شوفوا لهنا كميه معتبره، حطيتها انا فوق البان ماري ولا لوحها في الميكرووند تذوب لكم. واستعملت لهنا كميه ثاني حوالي 3 مغارف ولا 4 تاع اللوز افيلي، واستعملت معاهم ثاني 2 مغارف ولا 3 كما راكم تشوفوا معايا في هاد القطايف المحمصين. خلصت كلش في هذاك الجلوكوز كما راكم تشوفوا. بعد ما ذوبته راح يعني يساعفني كي نخدم به. شوفوا هذاك النتيجه اللي يعطيني. ونروح مباشره للصابلي تاعي. شوفوا كيفاش خضع لي هذيك التحميره من تحت، نخليه يعني يطيب لي مليح. انا نشتي نحمر الحبات تاعي حتى من فوق الصابلي تاعي من فوق، ونشعلو شويه هكذا مقدار تاع 2 دقائق 3 باش يعني نتاكد بلي ما بقاليش خضر ونطفي. انا فيا هذا العاده دائما نشعلو من تحت ياخذ هذا اللون يعني بحموريه هكذا، موش اصفر، بحموريه دوري فونسي لهنا. ونشعلو جوست 2 دقائق ولا من فوق باش نتاكد بلي ما بقاليش خضر ونحيه. خليته لهنا برد. هذه كريمه الزبده يعني ما شاركتهاش معاكم، ان شاء الله في المستقبل راح نعطيكم لاغوسات تاعها. درت كميه منها في الحاشيه فوق الحبه، ودرت لهنا توفيه كراميل في الوسط، وغطيت الحبه تاعي كما راكم تشوفوا. نسيي نضغط عليها غير شويه، لكن خرجت هذيك لا كريم على الحواشي. سيو تعدلوها بصبعكم برك. انا لهنا سيت نخدم بلا بوش باش تجيني خدمه منظمه. الحمد لله يعني كانت لي كلش سوا ما خرجتليش على الحاشيه. لهنا من نسيت ما قلت لكمش يعني الصابلي تقدري تنسميه من داخل، تزيدي فيه واش حبيتي، زيدي المكسرات، زيدي نوازات يعني كونكاسي، تزيدي الجوز واش حبيتي تزيدي فيه نكيه نتيا على حسب المقادير تاعكم. انا درتو لهنا سامبل خلاص. تحبي ثاني لهنا كي ديري هذا التوفيه تحبي تحطي فوقها حبيبات ولا هكذا مدشتشين تاع نوازات ولا تاع الجوز ثاني نتيا حره. خلصت لهنا الحبيبات تاعي كامل وبديت نقلاصي فيهم كما راكم تشوفوا. استعنت لهنا بهذو لي فورشات حاطه فوقهم، ونحط الكلاصاج تاعي عادي. طريقه يعني راهي سهله، قلت لكم حبيت غير نشارك معكم الفكرات تاعي وان شاء الله تنفعكم هذه الفكره. صدقوني يعني الحبه كي تخلاص ويعني ديكوريها وتحطيها في الكيسات ودونتيل، صدقوني الحبه تشرف مهما كانت البساطه تاعها، بصح تشرف وتعمر العين. لهنا كلاصيت الحبيبات تاعي كامل كما راكم تشوفوا. خدمت لهنا فوق بابي كويسون باش يعاونني. الحبه اللي نخدمها ندزها لي تاع اكوتي باش ما يبقاليش هذوك الحواشي من تحت ونعود نقي فيهم. راكم تعرفوا يعني كيفاش من بعد تولي فيه خدمه. مالا نظمي روحك وهكذا كيما نقولوا تورغانيزي روحك، راح تخرجي النتيجه تاعك النات يعني تخرجيها على الكيف. بعد ما خلصت الصابلي تاعي يعني حطيته نشف مليح، حطيت لهذاك الخليط اللي درته تاع كما راكم شفتوا تاع الجلوكوز ولوز افيلي والقطايف. بديت لهنا نحط يعني نخدمو هكذا متسيء كيما نقولوا حنا، ما تخدموش بصبعكم هكذا حتى نتليسيوه. انا نحبو هكذا، حبيتو هكذا يكون كيما نقولوا في هذو الحواشي واقفين على بها. مانيش راني نتلاح بيدي بزاف، استعنت بالمغرفه لهنا وراني نحط. لهنا راكم تتسائلوا له ما درتش حاجه شويه شوكولا ولا ما درتش فوق الصابلي تاعي. ديجا لو جلوكوز راهو يلصق من تحطيه هكذا، راهو يلصق ديريكتومون فوق الحبه. هنا يبان لكم برك بصح دوك يركح راهو يلصق. شوفوا لهنا كي راني نحط كل حبه كيما نقولوا ما نديرش بزاف هكا، ما نحركوش بزاف بصباعي، يقعد لي هكذا شغل فيه محوشي هكذا واقفين هذوك الحواشي، يعطيني نتيجه مليحه. لهنا كملت يعني الديكور بلا فيدور شويه هكذا تاع لا فيدور، تعطيه ثاني لمسه واحد الرونق هكذا في الحبه تاعي. نتوما تقدروا يعني كيما نقولوا اللي عندها الوقت تسقموا كيما قال الحال، يعني اعطيوه الوقت تاعو وخرجي الحبه تاعك متحوفه. لهنا هذه التصويره تاعي الاخرى صابلي تاعي بعد ما وجد. شوفوا لهنا كيفاش جا يعني التصويره ولا اروع. هذا صابلي العشاء تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون هذا الوصفه نالت الاعجاب تاعكم. فرحوني يعني بتطبيقاتكم وشاركوا معايا كيما نقولوا حنا في التعليقات التصاور، ولا شاركوني لهنا بالاراء تاعكم. واش لقيتوه كيفاش شفتوه، عجبتكم ولا ما عجبتكمش؟ ان شاء الله انا نقولوا كل مره ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، وتكون الوصفه تاعنا يعني في المستوى. هذه الافكار تاعي حبيت نشاركها معكم. شوفوا لنا الحبه تاعي بعد ما قسمتها معكم والله صدقوني روعه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في دي فيديو ان شاء الله جدد مع وصفات جديده ان شاء الله. بقاو على خير، في امان الله، السلام عليكم.